بيبكى وبيقول له العامل إنه عمره ما شاف أسلاك كهرباء بالطريقة دي، وإنه مش هيقدر يصلحها لأنه مش عارف أساسها فين ولا بتنتهي فين. وبيسأله العامل هل هو من نفس المنطقة دي؟ قال له لأ، واستغرب مات لأسئلته. وقال له العامل إن البيت ده اتقتلوا فيه أصحابه وبقاله سنين مهجور ومش راضي حد يسكن فيه. بعد كده بيطلع مات وبيبحث عن قصة البيت، فبيعرف إنه من سنين واحد قتل أصحاب البيت واتمسك واتحكم عليه بالسجن المؤبد في مستشفى الأمراض العقلية. وبيكون الشخص ده ملوش بيانات ومجهول الهوية، لكن الناس بيسموه بجندا. بالليل بيروح مات بيقعد في الأوضة وبيكون معاه إزازة مشروب، ولما بيخلصها بيقول يا ليت في إزازة تانية، فبيلاقي نور الأوضة انطفى ورجع تاني، وبيلاقي قدامه إزازة تانية وبيستغرب. وبتصحى كيت وبتدور على مات وتروح للأوضة، فبتلاقيها مليانة لوح رسم أصلية، وبيقول لها مات إن الأوضة بتحقق كل الأمنيات، وبتطلب أمنية فبتتمنى $1000. وبيدور مات في الأوضة لحد ما بيلاقي $1000، فبتقول